السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا. ازيكم يا أهلي وإخواتي سندي في الدنيا إن شاء الله. عاملين ايه؟ وحشيني جدا. النهاردة بقى هنعمل أكلة جامدة جدا مع بعض إن شاء الله، وياريت تدعموني بقى. هنعمل بتاع محشي. اساسا في فراخ مسلوقه هنا، فرخه مسلوقه هنا علشان ايه؟ سلقاها اهي، فراخ مسلوقه عشان هاخد الشوربه بتاعتها، هعمل بيها هسقي بيها المحشي ان شاء الله. وادي البتنجان اهو متقور، الفلفل المصري ده بقى، الفلفل الكوبي ده بقى، ودي الكوسه محطوطه في ميه وملح ومتقوره اهي. وده كرنب، كل حاجه جاهزه هنا بقى مع بعض. بقى ايه؟ الخلطه جاهزه اهي. خلطة طماطم بالبصل وقرن فلفل كوبي ومعاه توم، وهنا الخضرة معانا شبت وبقدونس وكزبرة. وعلى فكرة انا حاطة برضو بصل اخضر، لان البصل الاخضر بيديها طعم جامد جدا. وهنا حاطة الرز، حاطه فيه بهارات مبهراه بقى، حاطه ملح وفلفل بهارات محشي، حاطه حبه كمون. واللي عايزها بقى سبايسي، يحط حبه شطه، بس عشان الولاد كده فمش هينفع ان انا ايه احط الشطه، عشان هم ما بيحبوش الحاجه حاميه قوي يعني. فانا بقى ايه، حاطه كمان حبه لحمه مفرومه اهي، حبه لحمه مفرومه هنا 300 جرام حب مفروم. الخلطه اهي جاهزه اهي وبتتقلب. هنا بقى ايه؟ البصل الاخضر اهو عشان يطعمها. هنا بقى حاطه مع الطماطم، الطماطم فرمه معاها بنجر اهو. الطماطم فرمه معاها بنجر عشان في فايده، وعشان ان شاء الله ايه يبقى اللون حلو برضو معانا. حاطه معاها بنجر اهو. بنجر اهو احمر اهو. كده بنجهز بقى الخلطه، بنقلبوها مع بعض اهو. كل حاجه جاهزه فيها، متبهره حلو قوي. الله، ريحه تحفه. ريحه البهارات طبعا حاطه سمنه وزبده، اللي عايز يحط زيت يحط. شايفين اللون تحفه، بتاع البنجر مع الطماطم والمسبكه، لون تحفه.
شاء الله هحشي اهو. هوريكوا اول حاجه ايه في البتنجان اهو. هحط اول حاجه ايه في البتنجان، هحشيه، هحشي معاكم البتنجان اهو ان شاء الله. على فكرة في تقوير البتنجان محدش يطريه وما تقوروش قوي، لان ايه، لان اللي جوه اللحم اللي فيه ده حديد. ادي قورنا البتنجان اهو. هنجيب واحدة كوسة اهي، انا اوريكم بس ايه دلوقتي عبال ما ايه اخلص كله. اوريكم معانا برضه الكرنب اهو متقور متقطع، دي حاجه متقوره جاهزه اهو. خلاص اهي كده اتعملت اهو، وان شاء الله هجهز. وعلى فكره في برضه معانا هنعمل ملوخيه. الملوخيه دي انا مجففاها ازاي بورق، مغسوله كويس ومحطوطه بالورق، وتطلعيها من الفريزر 5 دقايق بس. ممكن هعملها لكم النهارده ان شاء الله ونشوفوها مع بعض. برضه ان انا هجفف ملوخيه دي بقى تتحط في الكبه مفيش دقيقه، وغير كده او تتخرط بالمخرطه اللي عنده مخرطه، ممكن يخرطها لمده 5 دقايق بس، مش هتتاخر معايا لان هي متجففه. وان شاء الله هخلص وبعد كده ايه هوريكم كل حاجه بقى الاخير، التاتش الاخير، وكل حاجه كامله. وممكن كمان ان انا ايه قبل ما احطه على النار هوريكم هعمل ايه، هسقيه ازاي، وهعمله بالشوربه. وفي مرق الدجاج، واللي عايز يحط مرق الدجاج يحط، اللي مش عايز ما يحطش براحته. بعد كده هيتحط برضو معاها صلصة طماطم اللي هي مجهزاها اهي. الصلصة هيتحط على الكرنب، وهيتحط في البتنجان والفلفل ان شاء الله والكوسة. وبعد كده ايه هوريكم التاتش الاخير. يلا دلوقتي وهبقى ارجع لكم تاني ان شاء الله.